ويا أبو جنة هسه راح تطلع بالسلامة من السجن، أريد من عندك توصل هذه الرسالة إلى حجية نورية. ليش أنت منين تعرف حجية نورية؟ أنا جيرانهم من 30 سنة، انحكمت بسبب المفتاح اللي خليته عند حجية نورية، وإذا حجية نورية ما ترجع المفتاح هسه راح تكون حياتها بخطر. أبو جنم، أنت هسه طلعت من السجن وجايب لنا بلوى؟ شلون وصل لك جاسم؟ شلون عرفته وشلون تعرفت عليه؟ بعدين نحكي هذا الكلام، خلي هسه ناخذ حجية نورية. شلونك حجي أم سلمان؟ شلون صحتك؟ تتذكريني؟ أنا نورية، قبل 30 سنة جبتلك المفتاح، ما تتذكرين وين حطيتيه؟ اي حجية نورية، المفتاح هسه طيت وياه عندي. هاي الأمانة فهمتها. المفتاح صار لي 30 سنة ضامته بالسرجين. اسرع بعد ما نلحق. هسه أنا جبت المفتاح، وين راح أحطه؟ أنا أخبز وبعدين أفكر. ماما شنو سر هذا المفتاح؟ يما نورة بعدين أقلك. هذا منو فتح الباب؟ يلا عجل يا غبي، افتح الباب قبل لا تشرد حجية نورية. هسه خلص على حجية نورية، ما أقولك تريد بس المفتاح ونروح. وأخيرا وقعتوا بإيد الحكومة، راح آخذكم للسجن. هسه خبرينا حجية نورية، شنو من سالفة المفتاح؟ قبل 30 سنة حجي جاسم أمني على المفتاح، مفتاح الصندقشة بطابو البيت اللي عليه ورث حج منيشد، وأخته شكرية اللي أولادها هدوا على خالهم وهسه إجوا هدوا علي على مود ياخذون المفتاح، وهسه المفتاح راح يوصل الحج جاسم خير وسلامة. وهسه لازم نشوف الرسالة شنو بيها، خل نقرأ الرسالة نشوف شنو مكتوب بيها. عزيزتي حجية نورية، اذهبي إلى المقبرة تجدين مفتاحا بجانب قبر حج منيشد. هاي شنو؟ خلصت أرواحنا وما خلصنا المفاتيح.